انا بصراحه كنت عايز ابدا ان انا اتكلم على امام، وكنت هتكلم عليه كتير. يعني الاول فيديو نزل كان نزل على امام، الفيديو ده بصراحه انا ممكن اغير اسم البيج اخليه اماميات ونريح دماغنا. بس لاعب جايب هاتريك وشايل الفرقه، وهو النهارده كان بيجري لوحده. انا هي دي مشكلتي معاه، ان امام مصمم ان هو ياخد الكوره ويجري في كل حته. هو بيبقى شايف نفسه انا عايز اخد الكوره وهجري، انا هعمل كل حاجه في الكوره واجيب جول ويتحسب لي الاسيست. فبرضه ده نفس اللي اتقال الفيديو اللي فات، فده مش طبيعي. بس الحقيقة انت بتلعب في كوت ديفوار، رطوبة عالية، الموضوع كان صعب. امام كان واقع تماما، مش امام بس، عموما الفرقة كلها. يعني بعيدا عن النتيجة، فانا لو كنت هتكلم لحد الدقيقة 70 فانا كنت ممكن اطلع اهاجم اللعيبة واحد واحد. بس في النهاية الماتش خلص 3، هاتريك امام عاشور. يعني حتى لو انا عايز اتكلم عليه مش عارف انا ممكن اقول ايه. يعني زي ما انا قلت لحد الدقيقة 70 انا ممكن افضل اقول وانتوا وفيكوا وفيكوا وفيكوا. بس لا، في النهايه انا خدت الثلاث نقط. وسام بصراحه، يعني حتى لو هو ما بيجيبش الفتره دي ما بيسجلش، فوسام بيعمل مجهود خرافي ايا كان الدوله اللي انا بلعب فيها. بلعب في الدوري، اي بطوله او اي دوله، بلعب في الدوري، بلعب جوه، بلعب بره. وسام بيجري وبيعافر. والماتش اللي فات ليه لقطه اصلا، وهو كان هجمه مرتده هو اللي رجع خطف الكوره. الماتش ده برضه نفس القصه، هتلاقي وسام مع بدايه الشوط الثاني كان في كوره علينا، وسام كان موجود باك يمين. بعيدا عن مشكله الباك اليمين والباك الشمال اللي عندنا في كوارث. بس لا بصراحه، امام حتى وهو في اسوأ مستوى ليه، امام عاشور بيعمل كل حاجه في الكوره تخليه، وهو جاي من الزمالك وهو ما قدمش كل اللي عنده لسه. بس لا، امام بيعمل كل حاجه في الكوره تخليه هو افضل لاعب في الاهلي الفتره دي. حتى لو زي ما انا بقول امام عايز ياخد الكوره ويعمل كل حاجه، وان هو هقول عليه ان هو وحش. بس لا، امام الحقيقه مش عارف، يعني هو في أسوأ مستوياته، وانا بحاول ان انا انتقده. وجاب هاتريك ومكسب الفرقه بثلاث نقط، وان انت ممكن بكره بعد ماتش شباب بلوزداد واورلاندو تبقى انت اتاهلت بسبب الثلاث اجوان اللي جابهم النهارده. ومع ذلك انا شايف إن لا، امام لسه في النهايه هاتريك، الفرقه حققت الثلاث نقط اللي احنا محتاجينهم. وان شاء الله بكره نصعد رسمي لافريقيا. ده بس الجزء الخاص بامام عاشور، لان انا بصراحه زي ما قلت انا كنت طالع انتقد. الفيديو الجاي هيكون خاص بس بخالد عبد الفتاح. انا مش هتكلم الا عن خالد عبد الفتاح بس.